أوسخ 3 مشاهير في هوليوود الكل منخدع فيهم، وما راح تصدقوا هدول المشاهير شو بيعملوا وإيش صرحوا تصريحات الناس قرفت منهم مثل ما بيحكوا. أول ممثل نبدأ فيه أو أول مشهور براد بيت. تعرف إنه براد بيت في أحد مقابلاته صار يحكي أنا كثير من الأوقات ما بتحمم، يعني بتحمم كل فترة وفترة، ولكن دائما بستخدم الفاين أو المناديل المبللة اللي بمسح حالي فيهم، وبعتبر نفسي إنه أنا استحميت وخلصت. تاني ممثل اللي هو جيك يا جماعة صار يحكي أنا ما بعرف ليش الناس بتتحمم بشكل يومي، يعني شو فائدة الاستحمام، وصار يعبر يعني ويحكي إنه موضوع الاستحمام هذا إشي ما بعني له وما بهتم فيه ومن هذا الكلام. وصار يوميتها ترى جدل كبير إنه كيف مشهور أو واحد زي هذا الشخص يعني بيحكي تصريحات زي هيك، لأنه ممكن الناس الصغار في العمر يتأثروا بتصريحاته ويبطلوا يتحمموا، يعني مثل ما يحكوا. قبل ما أكمل وأقول لكم آخر ممثل أو مشهور، أتمنى تتابعوني، بنزل فيديوهات راح تعجبكم إن شاء الله، ولايك وفولو، ويعطيكم العافية. آخر ممثل هو روبرت يا جماعة صار يحكي، يعني مش هو الصراحة حكى بشكل مباشر، أصدقائه اللي بمثلوا معاه صار يحكوا في المقابلات إنه روبرت دائما لما يجي على التصوير بكون ريحته سيئة جدا، وما يعني ما بهتم لا بنظافته الشخصية، وأواعيه بتقعد شهور وأسابيع ما بغسلها، غير إنه رائحة فمه بتكون كريهة جدا. وأصلا الممثلات بيبعدوا إنه يقبلوه بالأفلام عشان دايما ريحته سيئة. والله في ناس صراحة أنا استغربت لما قرأت هاي المعلومات يعني، فاكتبوا رأيكم بالتعليقات وتابعوني ويعطيكم العافية.